إيه رأيكم نستقبل موسم جديد، موسم كده دخول الشتا والخريف، ونستعمل شوية أفكار لذيذة في البيت، نغيّر من مود البيت شوية مع أفكار السيدة اللي معانا النهارده. السلام عليكم وهلو هلو، مساء السعادة عليكم يا أحلى أميرات في الدنيا، ياللي دايمًا بتوحشوني من كل فيديو للتاني. يا رب تكونوا بخير النهارده وكل أيامكم سعادة وفرح يا رب، اللهم آمين. وأهلًا بيكم في نفس الميعاد كالعادة مع فيديو جديد. النهارده معانا سيدة أجنبية محببة جدًا لينا. تعالوا نشوف كل تغييراتها ومشترياتها الجديدة وأفكار ديكوراتها وترتيبات وتنظيمات. أكيد هنستفيد ولو بلقطة صغيرة منها ونخلي بيتنا دايما في أفضل صورة. قبل ما ندخل في تفاصيل الفيديو كالعادة لازم أرحب بتعليقاتكم ووجودكم بجد اللي على راسي من فوق. أحلى أم صافي بشكرك يا قلبي من المغرب، وحبيبتي من تونس أحلى لولي بشكرك يا قلبي على وجودك. أحلى عائشة وكمان فطومة كلامكم بجد على راسي من فوق، وكمان أحلى كوكي من الجزائر شرفتيني ونورتيني. يا رب دايما كده عند حسن ظنكم كلكم. لو أول مرة انت كمان تشوفي الفيديو ما تنسيش السبسكرايب اللي تحت الفيديو، اكتبيلي كمان كومنت باسمك علشان أرحب بيكي في الفيديو الجاي. كلكم باتمنى لكم دايما الصحة والعافية والسعادة يا رب، اللهم آمين يا أحلى أميرات في الدنيا. يلا لايكاتكم بسرعة بسرعة وتعالوا ندخل في أجواء الفيديو النهاردة. سيدة حابة تدينا بعض أفكار لتغيير موسم الشتاء أو الخريف. شفنا بقى يعني تغييرها للريسبشن بره أو عندها في الليفينج. هنشوف برضو شوية تغييرات معاها تانية. وشفنا تداخل الألوان عندها كمان في الغرفة ما بين اللون الأخضر واللون الأورنج. كنا دايمًا بنقول الألوان الدافية، الألوان السخنة، الأحمر والبني والنبيتي ودرجات الأصفر مع الأورنج. شُفنا تداخل اللون الأخضر كمان اللي كان قد إيه حلو أوي، فدي برضه من الحاجات اللذيذة اللي ممكن مثلًا تدخّلوا طقمين سرير مع بعض بألوان مختلفة، تعملوا شكل السرير بتاعكم يكون حلو. طبعًا أنتم شايفين بعض الإضافات والتغييرات والديكورات اللي بتعملها في أماكن مختلفة في البيت، زي ما شُفنا كده عندها تغيير في فازات الورد، الورد نفسه بس مجرد إن أنتم ما بتغيّروه بتحسوا إن أنتم عملتوا شكل جديد مختلف. ويا سلام بقى لو بنخلّي الألوان بتاعته لايقة مع الموسم زي ما بنقول، ألوان الصيف غير ألوان الشتا طبعًا، غير الربيع، غير الخريف. تقدروا تلعبوا في نقطة صغيرة زي دي، كل مرة تدّوا شكل مختلف. كان كمان برضه من ضمن الترتيب بتاعها في الliving زي ما شُفنا كده تغيير الcushions وبعض أفكار الديكورات. حبِّت كمان إن هي عندها عند التلفزيون حاطة عندها الدفاية. شايفين طبعًا التلفزيون هي عاملة عليه frame وحاطة الخلفية الصورة يبان كإنه لوحة فنية أو تابلو. وبدأت تضيف الpumpkin الجديد اللي هي اشترته، حاجات فيها إضاءة وحاجات بس كديكور. يعني كمّلت بقية الlook، يعني إحنا مش هنشتري بقى كل حاجة جديد في جديد، إحنا ممكن بعض الحاجات اللي عندنا نوظّفها، ولو احتاجنا نجيب حاجات هتبقى بس بسيطة. زي ما شُفنا تغييرها في الأول كده كان للcushions والديكورات، وبعد كده بدأت تشتري الشكل بتاع الpumpkin وشوية الورد تضيف كلبسة مختلفة عندها. يبقى مش طول الوقت إحنا بنشتري وخلاص، ممكن من الحاجات اللي عندنا نوظّفها في تغييرات المواسم مختلفة ونغيّر من mood البيت بتاعنا. كمان برضه زي ما أنتم شايفين الحاجات الفازات الإزاز اللي ممكن إن أنتم تستخدموها برضه كديكورات، في طبعًا الحاجات اللي هي الشكل المقلوب ده، وفي كمان الحاجات اللي هي العادية اللي بتبقى واقفة عادي عادية، فبتقدروا تحطوا جواها كمان بعض حاجات الpumpkin أو حاجات الورد اللي ليها علاقة بالألوان دي برضه، تعملوا منها برضه ديكور مختلف. يعني مش شرط الفازة نحط فيها ورد من فوق، ممكن لو هي شفافة تقدروا تستخدموا كمان الجزء الداخلي اللي جوّه وتحطّوا فيه بعض الديكورات أو الورد. تغييرة هنا كمان حتى برضه باب البيت من برّه، برضه يعني بنقول دايمًا البيت بيبان من بابه مش من عنوانه. البيت بيبان من الباب بتاعه، من أول ما بندخل البيت بنشوف النضافة والأناقة بتاعة البيت بتبان من أول لحظة. فاهتمت كمان يكون عندها في مدخل الباب من برّه تضيف برضه بعض الألوان الخاصة بالموسم الجديد. ندخل معاها بعد كده على جزء اللاندري، جزء برضه مميز من سيدة اتعودنا نشوف منها على أفكار لذيذة أوي في الترتيبات وفي الديكورات. فكانت بتورينا بعض التنظيمات بتاعتها لكل المواد اللي بتستخدمها في الغسيل، يعني كبرضه روتين من الروتينات إن إحنا ممكن نخصص جزء عندنا في اليوم لمكان معين أو جزء معين نهتم بنضافته، يبقى الموضوع سهل علينا. الناس اللي بتقول بقى بتنضّف نضافة والناس اللي بتقول لأ المكان نضيف مش مستاهل، طول ما إحنا إيدينا في الحاجة على طول ربنا يديكم الصحة والعافية، طول ما أنتم على طول حاجة أول بأول بتتعمل،
أكيد المكان هيفضل نضيف، أكيد طول ما أنتِ بتنضفي النضافة زي ما أنتم ما بتكتبوا. هنا كمان كده زي ما شفتوا بقى يعني بعض المنظمات وأفكار التنظيمات بتاعتها في الجزء بتاع البانتري، أفكار المنظمات المختلفة اللي نقدر إن إحنا نسهل على نفسنا كده الموضوع أكتر، وكمان تعالوا نشوف من أفكار الديكورات بتاعتها زي ما كنت باقول لكم من شوية على أفكار الفازات المفتوحة الإزاز الشفاف اللي تقدروا إن أنتم تغيّروا فيها، دي كمان برضه من أنواع الفازات اللي هي بتبقى عاملة زي الكاس، فبتقدروا إن أنتم تحطوا كمان الديكورات جواها، يعني حتى لو الشكل ده أو الشكل التقليدي العادي الstraight عادي، تقدروا إن أنتم تحطوا بعض أفكار الديكورات جوه، وتشوفوا يعني التغيير طبعًا بيكون مختلف تمامًا، ممكن ببعض الأفكار البسيطة بس تغيّروا من فكرة الديكور بتاعكم. نشوف معاه في الجزء ده كده كام ديكور مختلف لترتيبات السفرة. ممكن إن إحنا نعملها كديكور عندنا على الترابيزة، وممكن إن إحنا نعملها في أوقات العزومات، أوقات عندنا ضيوف بقى وحاجات كده نقدر إن إحنا نعمل تاتشات تكون لذيذة تلفت النظر شوية، فبنشوف تنسيقات مختلفة. فكرة بسيطة أوي فكرة الرانر اللي بيكون موجود في نُص الترابيزة، تقدروا إن أنتم حتى تستخدموه مش شرط الأطباق، يعني أنتم ممكن تعملوا الرانر ده كديكور مع الشمعدانات مثلًا اللي هي بدأت إن هي تحطها والشموع، مش شرط فكرة الأطباق نفسها، بس أدي فكرة إزاي أنتم تقدروا تنسقوا الترابيزة بتاعتكم، أول لون شُفناه باللون الأحمر، اللون التاني باللون الأبيض والورد هو اللي يكون فيه ألوان أكتر، يعني طبعًا بيبقى في تناسق في درجات الألوان، لو هنستخدم حاجة سادة ممكن نحط الديكورات بتاعتها فيها ألوان أو العكس، فده برضه بيرجع للتنسيقات والذوق بتاعكم. فده برضه ديكور تاني مرتبط بأجواء الخريف شوية من الديكورات أو الفوط اللي هي بدأت تحطها للاستخدام، وآدي الشكل التالت اللي بدأت تستخدم فيه اللون الأسود مع الدهبي، اللي برضه هتحاول على قد ما تقدر إن هي تخلي الديكور أو الفازات أو حتى الفوط اللي هي بتستخدمها للسفرة إن هي كمان تكون لونها مختلف بحيث تنطّق اللون الأسود شوية. فاستخدمت كمان الألوان المختلفة بالطريقة دي، فآدي 3 أفكار لترتيبات السفرة ما بين ألوان مختلفة، ما بين شموع وورود تقدروا إن أنتم تضيفوها، تستخدموها كعزومات زي ما قُلنا أو في الديكورات على الترابيزة. آخر جزء بقى من الفيديو كده هنشوف منها تفاصيل كمان مختلفة من ديكورات وترتيبات ومشتريات جديدة، بس هاسيبكم تعيشوا الأجواء معاها بصوت الفيديو. يا رب يكون النهارده كده أفادكم الفيديو ولو بلمسة بسيطة أوي تقدروا تخلّوا بيتكم دايمًا في أفضل صورة، تكونوا أخدتوا أفكار منها وتقدروا تنفذوها إن شاء الله بإذن الله، وتكون كده حاجات حماسية ليكم تخلّيكم دايمًا مبدعين في بيتكم. تسلم إيديكم أكيد مقدمًا على كل حاجة بتعملوها، ربنا يديكم الصحة والعافية. متبخلوش عليَّ بقى باللايك الحلو قبل الفيديو ما يخلص، وتكملوا بقية الفيديو وتشوفوا كل أفكارها الممكنة، واستناكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد بأفكار جديدة وسيدة جديدة. أشوفكم على خير الفيديو الجاي، أحلى أميرات وسلام.